في الأيام اللي فاتت طلع بعض المدونين السعوديين ونشروا أماكن للأماكن الفقيرة في مصر واتكلموا كلام مش كويس. الفيديو اللي أنا هعمله دلوقتي أو الخبر اللي أنا هقوله دلوقتي مش هدفه الفتنة خالص. مصر والسعودية دولتين أشقاء ومفيش أي حاجة ممكن تزعزع الاستقرار بينهم. مصر احتاجت السعودية في فترة، السعودية احتاجت مصر في فترة، بس في حقائق لازم التاريخ ما ينساهاش ولازم نتكلم عليها. التكية المصرية لما الخير المصري وصل للحجاز وعمل يلف في البلاد العربية. تخيل معايا كده، مصر زمان ما كانتش الدنيا في الزراعة والصناعة والتاريخ بس، لا دي كانت كمان الدنيا في العطاء والخير. كان ليها باع طويل في مد ايد العون لكل محتاج خصوصا في البلاد العربية. ولما نتكلم عن الخير ده لازم نجيب سيرة التكية المصرية، بس المرة دي مش التكاية اللي كانت موجودة في مصر كلها، لا دي اللي كان خيرها بيوصل للحجاز، السعودية حاليا وبلاد عربية تانية. كتير مننا يعرف ان مصر ليها علاقة تاريخية ودينية عميقة بالحجاز عشان وجود الأراضي المقدسة، لكن اللي ممكن ما يعرفوش ناس كتير هو ان مصر كانت ليها مؤسسة خيرية عظيمة هناك اسمها التكية المصرية، ودي ما كانتش مجرد مطبخ بيوزع اكل وخلاص، لا دي كانت صرح ضخم عظيم بيعكس قد ايه مصر كانت بتدي وبدون حساب. طيب الحكاية بدأت ازاي؟ الحكاية بدأت بشكل كبير مع محمد علي باشا حاكم مصر العظيم، هو اللي أمر بإنشاء التكيتين المصريتين الأساسيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وده كان سنة 1822. تخيل معايا، كان هدفها الأساسي خدمة كل الحجاج والمعتمرين من كل بقاع الأرض، وكمان إطعام أهل الحجاز من الفقراء والمساكين، وتوفير المأوى للمنقطعين عن السبيل والموظفين المصريين اللي كانوا بيشتغلوا هناك. الأكل اللي كان بيتقدم في التكية دي ما كانش أي أكل، ده كان أكل دسم ومغذي، لحوم وغلال وسمن وكل اللي نفسك فيه. كان بيتوزع بكميات مهولة على مدار اليوم، مش بس وجبة واحدة وخلاص، وكان كل ده ببلاش من غير ما حد يدفع ولا مليم. اللي يشد الانتباه أكتر إن التكية المصرية دي فضلت شغالة وبتصرف خيرها على مدار حوالي 172 سنة، يعني حتى بعد ما جيوش محمد علي باشا خرجت من الحجاز سنة 1840 فضلت مصر تبعت المخصصات والدعم المالي والعيني للحرمين الشريفين عن طريق التكية دي. كل حكام مصر اللي جم بعد محمد علي من الخديوي سعيد باشا لحد الملك فاروق الأول كانوا بيعتبروا الاهتمام بالتكية دي أولوية قصوى وواجب ديني ووطني. الفلوس والمخصصات دي ما كانتش بتيجي من جيوب الحكام بس، لا دي كانت بتيجي من حاجة اسمها الأوقاف المصرية، يعني أراضي وعقارات ضخمة في مصر كانت موقوفة خصيصا عشان فلوسها تصرف على التكية في الحجاز. تخيل معايا، أراضي في فرسكور وديروت والبحيرة كانت بتدخل فلوس بتروح كلها لخدمة أهل الحجاز والحجاج، وكمان كانت مصاريف نقل الغلال والقائمين على النقل بتتصرف من المال الخاص للخديوي. التكية دي ما كانتش مجرد مطبخ، لا دي كانت مؤسسة متكاملة، كان فيها مطاحن للقمح عشان تطحن الغلة وتطلع الدقيق، وأفران للعيش عشان تخبز العيش الطازة، ومطابخ ضخمة ومخازن للتخزين وغرف للموظفين والناس اللي بتبيت فيها، لدرجة ان بعض التكايا كان فيها بركة مية وحنفيات للوضوء والشرب، وده كان يعتبر تطور كبير وقتها في مكة المكرمة. بعضها كمان كان في مكتبات صغيرة للدارسين ومدارس. بيحكوا ان ابراهيم باشا ابن محمد علي لما دخل الحجاز راح التكية ولقى الناظر قافل ابوابها بحجة انتشار وباء. ابراهيم باشا قال له جملة تاريخية: الجوع بيقتل ناس اكتر من الوباء نفسه، وامر بفتح ابواب التكية فورا واشرف بنفسه على الطبخ والتوزيع. وده بيوريك قد ايه الدور الانساني كان في صميم عمل التكية. التكية المصرية فضلت تأدي دورها العظيم لحد سنة 1983. متخيل
1983 لما قامت السلطات السعودية بهدمها، لكن الأرض اللي كانت عليها التكية فضلت واقفة لمصر، وكانت وزارة الأوقاف المصرية بتشرف عليها لحد وقت قريب. طيب سؤال، هل خير مصر وصل لبلاد عربية تانية غير الحجاز؟ بالتأكيد، مصر كان ليها أيادي بيضاء في دول عربية كتير، لكن التكية المصرية كمؤسسة قائمة بذاتها زي اللي في الحجاز كانت حالة فريدة ونموذج للتكافل بين دولتين. لكن ده ما يمنعش ان الدور المصري كان ريادي في مجالات تانية لدعم الدول العربية. في مجال التعليم كانت بتبعت مدرسين اللغة العربية والدين لكتير من الدول العربية المستعمرة في القرن العشرين وعلى حسابها الخاص عشان تساعد في نهضة التعليم وتثبت الهوية العربية. في مجال الصحة أطباء مصريين كتير سافروا لدول عربية عشان يساعدوا في بناء المنظومات الصحية والتعامل مع الأوبئة والأمراض. أما من ناحية المساعدات الإنسانية في أوقات الأزمات والكوارث كانت مصر دايما سباقة في إرسال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية للدول العربية الشقيقة. أما في الجانب الديني الأزهر الشريف كان وما زال منارة للعلم الديني في العالم الإسلامي كله، وبيستقبل طلاب من كل الدول العربية وبيوفر لهم المعيشة. التكية المصرية سواء اللي كانت في مصر أو اللي وصلت للحجاز هي حكاية بتحكي عن كرم المصريين وعطائهم اللي ملوش حدود، حكاية بتورينا إن الخير ممكن يكون مؤسسة، وإن العطاء الحقيقي بيورث أجيال وأجيال. تاريخ مشرف كلنا بنفتخر بيه.